النهاردة هتشوفوا القصة كاملة لثلاثية توي ستوري من البداية خالص. رحلة صداقة بدأت كلعبة بسيطة وانتهت بقرار صعب ولا حد كان متوقعه. حكاية النهاردة بتبدأ بولد صغير اسمه أندي بيكون قاعد بيلعب بلعبته المفضلة وودي، وباين عليه إنه بيحبها أكتر من أي لعبة تانية. وبينما هو قاعد يلعب مامته بتنادي عليه علشان يساعدها في تحضيرات عيد ميلاده، فبيقوم ويسيب وودي. وأول ما أندي بيمشي بنشوف جوزي بيبدأ يتحرك وبيطلع إنه عايش، وكمان باقي الألعاب بيصحوا وبيتحركوا. وبنفهم إن كل لعبة فيهم بتتحرك وبتتكلم، بس بيخلوا نفسهم ساكتين ومتحركوش قدام الأطفال علشان يفضلوا فاكرين إنهم مجرد ألعاب. وقتها وودي بيجمع كل الألعاب وبيعمل اجتماع وبيقول لهم إنهم لازم يخلوا بالهم من بعض كويس جدا علشان لما يجوا ينقلوا البيت الجديد محدش منهم يضيع أو يتساب وراهم. وبيفكرهم كمان إن النهاردة عيد ميلاد أندي، وساعتها كل الألعاب بتتوتر علشان خايفين إن أندي ياخد هدايا ألعاب جديدة وينسى اللعب القديمة. وودي بيحاول يطمنهم وبيقول لهم أندي بيحبكم وهيفضل يحبكم حتى لو جات له ألعاب جديدة. بس التوتر بيزيد أكتر لما أصحاب أندي يجوا علشان الحفلة، وأول ما أصحاب أندي بيوصلوا معاهم هدايا كتير جدا. وقتها وودي بيطلب من اللعبة اللي شبه الجندي تروح هي والفرقة بتاعتها علشان يشوفوا الهدايا دي فيها إيه. وفعلا الجنود بيروحوا ومعاهم جهاز لاسلكي، بيروحوا يتسللوا تحت الترابيزة وبيستخبوا كويس علشان محدش يشوفهم، وبيبدأوا يراقبوا كل هدية وهي بتتفتح، وبيقولوا لودي على اللاسلكي إن كل الهدايا ما فيهاش ألعاب. فكل الألعاب بتتنفس السعداء وبيطمنوا. بس فجأة مامة أندي بتقدم له هدية منها هي شخصية، وقبل ما وودي يعرف جوه الهدية دي إيه، الديناصور بالغلط بيوقع اللاسلكي. وساعتها بيسمعوا صوت أندي وهو طالع على السلم، فكل الألعاب بتجري بسرعة وترجع أماكنها علشان يفتكرهم أندي إنهم مجرد ألعاب. وبيدخل أندي الأوضة هو وأصحابه وهم مبسوطين جدا، وبيبان إن أندي بيرمي وودي من على السرير وبيحط مكانه اللعبة الجديدة. وأول ما وودي بيبص على اللعبة الجديدة بيكتشف إنها لعبة رائد فضاء، والمفاجأة الأكبر إن اللعبة دي متخيلة إنها فعلا رائد فضاء حقيقي في مهمة رسمية. وبيبدأ يتكلم مع الوكالة وبيقولهم إن المركبة بتاعته عطلت وإنه دلوقتي موجود على كوكب مجهول. وهو بيتكلم بيجي وودي وبيبدأ يرحب بيه ويفهمه الوضع، لكن باز بيبقى مشغول في كلامه وبيحاول يستخدم الليزر بتاعه اللي طبعا مش شغال أصلا. بعد كده باز بيتعرف على وودي وبيعرفه بنفسه وبيقول له أنا اسمي باز طاير وأنا في مهمة رسمية لإنقاذ المجرى. وودي وقتها بيبقى مش فاهم هو بيقول إيه ولا يقصد إيه بالظبط، وبيفضل باصص له باستغراب. تيجي باقي الألعاب وبيبدأوا يرحبوا بباز وكلهم بيكونوا مبهورين بيه وبلعبته، خصوصا بالأزرار الكتير اللي في بدلة باز واللي كل زر منهم بيعمل حاجة، فبيتشدوا له قوي. وساعتها يبدأوا يتريقوا على وودي شوية لأنه ما عندوش أي حاجة زي دي، لا أزرار ولا أصوات ولا ليزر. وودي بيضايق شوية وبيروح يقول لباس إنه أخد مكانه لأنه المفروض إنه اللعبة المفضلة عند أندي. بس باز بيرد عليه بكل ثقة وبيقول له أنا مش لعبة، أنا رائد فضاء حقيقي، وبيفتح له جناحاته وبيقول له إنه يقدر يطير بيهم. وودي طبعا مش مصدق وبيقول له لو كده وريني الطير. وساعتها باز بينط من على السرير وهو بيقول بصوت عالي إلى اللانهائية وما بعدها، وبيتزحلق وبيتشقلب شوية في الهواء وبيخبط في لعبة معلقة في السقف، وبالصدفة بيرجع تاني على السرير. وقتها ودي بيقول له ده مش طيران، دي كانت سقطة حلوة. وفي الوقت ده بيرجع أندي البيت وبيبقى حزين علشان باز وودي مش موجودين، وكان نفسه ياخدهم معاه المطعم. في الناحية التانية وودي وباز محبوسين في أوضة سيد، واللعب اللي سيد بازهم بيبدأوا يقربوا منهم، وودي بيتوتر جدا لما بيشوف شكلهم وبيفتكر إنهم وحوش، بس مع الوقت بيكتشف إنهم مش شريرين، دول كانوا بس بيساعدوا بعض وبيحاولوا يصلحوا نفسهم بعد ما سيد بازهم. وباز بيكون متضايق جدا وبيبدأ يفقد الأمل تماما لما بيشوف إعلان في التلفزيون عن نفسه، وبيفهم أخيرا إنه مجرد لعبة مش رائد فضاء زي ما كان فاكر. فبيروح يحاول يطير من الشباك لكنه بيقع وبتتكسر جناحاته وبيبقى محبط وحاسس إنه ولا حاجة. ودي بيشوف اللي حصل وبيحزن عليه وبيحاول يطمنه ويقول له إن كونه لعبة مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة مهمة جدا لأن اللعب بتخلي الأطفال سعيدين. وفي اللحظة دي ودي بيحط خطة علشان يهربوا من بيت سيد قبل ما يفجر باز، وبيطلب مساعدة اللاعب اللي سيد كان بازهم، وبيبدأوا كلهم يشتغلوا مع بعض. وفعلا بيقدروا يخوفوا سيد عن طريق إنهم يمثلوا إنهم عايشين وبيكلموه بصوت واحد وبيقولوا له يبعد عن اللاعب. ودي لحظة مرعبة ومضحكة في نفس الوقت، وسيد بيجري وهو مرعوب ووعد إنه مش هيلعب بلعب تاني. وودي وباز بيجروا بسرعة علشان يلحقوا أندي قبل ما يمشي، وبيجربوا يركبوا في العربية لكن بيتأخروا وبيبدأوا يجروا وراها. وودي بيستخدم صاروخ كان
سيد لازقه في ظهر باز وبيشغله وبينطلقوا بسرعة في الهواء، وبيفتكر باز إنه هيطير فعلا، بس وودي بيقوله إن دي مش طيارة، ده وقوع بشياكة. وفي الآخر ودي وباز بيقدروا يوصلوا للعربية وينزلوا جوه الصندوق مع باقي اللاعب، وكلهم بيفرحوا جدا وبيفهموا إن وودي كان صادق، وبيرجعوا يبقوا أصدقاء تاني. وفي الكريسماس بيبقى كل اللاعب قاعدين مترقبين الهدايا الجديدة اللي ممكن تيجي، بس المرة دي بيبقوا مطمنين لأنهم عارفين إن أندي بيحبهم وإنهم مش مجرد لاعب، دول عيلته التانية. فيلمنا النهارده بيبدأ بوودي وهو بيدور على الطاقية بتاعته، وبيروح لباز وبيقوله ياخد باله من كل اللعب علشان أندي هياخده معاه في المعسكر الصيفي. باسم منه بيطلب من كل اللعب إنهم يساعدوه يدوروا على الطاقية، وهما بيدوروا الديناصور بيشغل التلفزيون بالغلط، وبيظهر إعلان على الشاشة لراجل لابس زي فرخة وبيقول إنه صاحب محل ألعاب كبير. بعدها وودي بيلقى الطاقية وبيجي كلب أندي ويلعب معاه شوية، وودي بيبقى مبسوط جدا. بس فجأة ماما أندي بتندى عليه وبتقول له يجهز علشان هيمشي كمان 5 دقايق. أندي بيجمع كل لعبه وبيبدأ يلعب، لكن وهو بيلعب بوودي دراعه بيتقطع من غير قصد. وقتها أندي بيزعل وبيقول لمامته إنه مش هياخده معاه، وودي بيتصدم جدا وبيتحط على الرف لوحده وبيحس بالحزن الشديد، مش بس علشان دراعه اتقطع لكن كمان علشان مش هيروح معسكر أندي. بازن وأصحابه بييجوا يواسوه، بس هو بيبقى زعلان جدا. وفجأة وهو سرحان بيصحى على حركة غريبة وبيلاقي لعبة جديدة واقفة قدامه، وكانت اللعبة اللي على الرف اسمها ويزي. ولما وودي شاف ان ماما أندي بتبدأ تبيع الخردة اللي في البيت اتخض جدا وخاف على اللاعب اللي حواليه، فقام نادى على باقي اللاعب وقال لهم يستخبوا بسرعة. وفعلا بتدخل ماما أندي وبتبدأ تجمع شوية لاعب علشان تبيعهم في سوق الخردة، ومن بين اللاعب اللي خدتهم كانت ويزي. ساعتها وودي قرر ينقذها ونادى على كلب أندي وخرج من الأوضة ونزل معاه على السلم وخرج بره البيت وراح على المكان اللي بيتباع فيه الحاجات القديمة، وكان باز وباقي اللاعب بيراقبوا كل اللي بيحصل من الشباك. وودي يقدر يوصل لويزي وحطها على ظهر الكلب علشان يرجعوا بيها، بس وهو راجع وودي وقع من على الكلب من غير ما يحس. وفي اللحظة دي جه راجل من الناس اللي بيشتروا الخردة ولقى وودي على الأرض وفضل يبص عليه وهو مبهور وفرحان جدا، وعرض على ماما أندي إنه يشتريه ب$50، لكن هي رفضت وقالت له لا، واخدت وودي منه وحطته في صندوق. بس الراجل ده كان عنده نية تانية، فقام شتت ماما أندي وفتح الصندوق من وراها وسرق وودي ومشي على طول. باز كان شايف كل حاجة من فوق فنط بسرعة من الشباك وجري ورا عربية الراجل وقدر يوصل لها، بس للأسف ما قدرش ينقذ وودي. وودي بيقع من العربية وبتقع معاه ريشة فرخ. ساعتها باقي اللاعب بتتجمع وبيبدأوا يرسموا شكل الراجل اللي خطف وودي، بس ما حدش بيعرفه لحد ما باز بياخد باله من حاجة وبيطلب منهم يرسموا نفس الراجل بس وهو لابس بدلة فرخ، وساعتها بيعرفوا إنه نفس الراجل اللي كان بيظهر في إعلان محل الألعاب. فبيفتحوا التلفزيون وبيعرفوا مكان المحل من الإعلان وبيقرروا إنهم يروحوا هناك علشان ينقذوا وودي. وبيخرج باز ومعاه الديناصور والخنزير والبطاطساية والكلب وبيبدأوا رحلتهم من بيت أندي وبيكون المنقب لسه جوه الكرتونة، وبيفرح جدا لما وودي بيظهر وبيبان على وودي إنه مش فاهم أي حاجة من اللي بيحصل، خصوصا لما يلاقي إن شيسي والمنقب والحصان عارفين اسمه من غير ما يعرفهم. وقتها بيبدأ المنقب يشرح لوودي إنه مش أي لعبة، لا ده لعبة نادرة جدا وليها قيمة كبيرة، وبيوري له كل الحاجات اللي كانت معمولة علشانه من زمان زي الكتب والمجلات والألعاب والمجسمات. ساعتها وودي بينبهر جدا من اللي بيشوف وبيبقى مش مصدق إن كل ده متعلق بيه، وبيفرح أكتر لما يعرف إن كان في مسلسل كرتون معمول له زمان، وبيبدأ يلعب بالحاجات دي مع تشيسي والحصان وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا مع بعض وبيبقوا مبسوطين جدا. لكن المنقب بيقول جملة بتخلي وودي يقف كده لحظة، بيقول له إن المجموعة كده اكتملت أخيرا وساعتها هيقدروا يسافروا اليابان علشان يتعرضوا في متحف كبير هناك. بس ساعتها بيبان على وودي إنه اتضايق وبيشرح لهم إنه ما يقدرش يروح لأنه لازم يرجع لصاحبه أندي وباقي أصحابه من اللعب، وبيكون واضح عليه قد إيه بيحبهم. تشيسي بتتضايق جدا وبتعيط وبتقوله إنها مش عايزة ترجع تاني للمخزن لأنها عاشت سنين محبوسة هناك ومش قادرة تتحمل ده تاني. وبيشرح المنقب كمان إن من غير وودي المتحف مش هيشتري المجموعة، يعني كلهم هيضيعوا. وبرغم كده وودي بيرفض وبيقرر يرجع لأندي، ووقتها بيسمعوا صوت الراجل صاحب محل الألعاب وهو داخل البيت، فبيرجعوا بسرعة كلهم أماكنهم علشان ما يبانوش إنهم بيتحركوا. بتروح تشيسي بعيد وهي متضايقة جدا، وساعتها الحصان كمان بيبقى زعلان وبيمشي وراها، وبيبقى وودي قاعد لوحده حاسس بالذنب ومش عارف يصدق مين، لحد ما بيرجع الراجل اللي هيصلحه وبيبدأ يشتغل على ذراعه وبيصلحه بدقة وتركيز شديد لدرجة إنه بيستعمل أدوات صغيرة جدا وبيستخدم عدسات مكبرة وهو لابس الجوانتي الأبيض. ولما بيخلص وودي بيرجع زي الجديد تماما وبيفرح جدا إنه بقى سليم تاني، لكن في نفس الوقت بيبقى في صراع جواه بين إنه يسافر مع المجموعة ويعيش في المتحف ولا يرجع لصاحبه أندي. وفي اللحظة دي المنقب
المنقب بيحاول يقنع وودي إن أندي هيكبر وهيجي وقت مش هيهتم بيه فيه ولا هيحب اللعب زي زمان، وإن مكانه الحقيقي هو المتحف. لكن وودي ما بيبقاش مقتنع بالكلام ده وبيفكر في أصحابه وبأندي، وساعتها بتبدأ المغامرة تكمل معاه. وكانت بتحبها جدا، بس لما كبرت بدأت تهتم بحاجات تانية ونسيتها وركنتها على جنب، وفي الآخر تبرعت بيها لأي حد. وساعتها جيسي اتحبست في الكرتونة لسنين، فبتقوله إنها مش عايزة تعيش نفس التجربة دي تاني، علشان كده عايزة تروح المتحف، على الأقل هناك هتكون مهمة ومش هتطركن تاني. الكلام ده بيلمس قلب وودي وبيبدأ يفكر من جديد، هل فعلا لما أندي يكبر هينساه؟ هل المتحف هيكون مكانه المناسب؟ في الوقت ده باز المزيف بيكمل مع باقي الألعاب وبيدخلوا المخزن اللي ودي محبوس فيه وبيلاقوا وودي، وساعتها الكل بيكون فرحان وبيطلبوا منه يرجع معاهم لأندي. لكن وودي بيقول لهم إنه مش راجع وإنه قرر يروح المتحف مع جيسي والحصان والمنقب. ساعتها باز المزيف طبعا بيحاول يتكلم، بس باز الحقيقي بيوصل وبيخرج من العلبة وبيتصدموا كلهم إن اللي معاهم كان مزيف. وساعتها وودي بيشوف قد إيه أصحابه تعبوا علشانه وإنهم خاطروا بحياتهم علشان يرجع معاهم، فبيتراجع عن قراره وبيقرر يرجع معاهم فعلا. وبيوصل الراجل اللي خطفه وودي للشقة وبيكون معاه الشنطة اللي فيها باقي الألعاب وبيجهز علشان يسافر بيهم. باز وأصحابه بيجروا بسرعة وبيتنططوا فوق الشنطة والأسانسير. العربية بتتحرك ناحية الطيارة وودي لسه ما أنقذش جيسي، لكن باز ما بيستسلمش وبيجري هو وبولس على الحصان بكل سرعته. بيلحقوا العربية في آخر لحظة وودي بينط جواها وبيلاقي جيسي فعلا جوه الشنطة وبيفكها وبيساعدها تطلع. لكن المفاجأة باب الطيارة بيبدأ يتقفل وبيجري وودي وجيسي بأقصى سرعتهم وبيجري بسرعة ناحية فتحة عجلات الطيارة. لكن وهو على وشك يقع بيوصلوا أصدقائه وبيجي باز ومعاه الحصان وهم كلهم بيتنفسوا الصعداء. بيرجعوا للبيت وودي بيبقى حاسس إنه أخيرا رجع لمكانه الطبيعي مع صاحبه أندي، وبيقرر إنه مش هيخاف من إنه يتقطع أو يتكسر، لأن أهم حاجة عنده دلوقتي إنه يكون موجود علشان صاحبه ويعيش كل لحظة وهو بيسعده. وبيخلص الفيلم واللعب كلهم متجمعين في الأوضة مبسوطين وفرحانين. حكايتنا النهاردة بتبدأ مع أندي وهو صغير ومامته بتصوره بالكاميرا وهو بيلعب بالألعاب بتاعته وبيتعامل معاهم كأنهم أصحاب حقيقيين. والأيام بتعدي وأندي بيكبر يوم بعد يوم لحد ما بقى على وش إنه يروح الجامعة. في يوم مامته قالت له افتح الصندوق بتاع الألعاب، بقالك كتير ما لعبتش بيهم. أندي فعلا فتح الصندوق وبص على وودي وباز وباقي أصحابه، بس واضح إن الزمن اتغير فقفل الصندوق تاني ومشي. ساعتها كل الألعاب كانت زعلانة وحاسة إن أندي ما بقاش مهتم بيهم زي زمان. وودي جمعهم في اجتماع وقال لهم بهدوء أندي كبر وكنا عارفين إن اليوم ده هيجي، بس مستحيل يرميكم أو يتخلى عنكم، هو بس هينزلنا البدروم علشان يفضل محتفظ بينا. بعض الألعاب اتوترت وخافوا يحصل لهم زي ما حصل بلعب صاحبهم زمان، لكن وودي طمنهم وقال احنا هنفضل معاه مهما حصل. وفجأة سمعوا صوت باب بيتفتح. أندي دخل أوضته مع أخته الصغيرة ومامته. مامته بدأت تطلب من أخته إنها تجمع الألعاب اللي مش محتاجاها علشان يتبرعوا بيها للحضانة. البنت صغيرة حطت لعبة باربي في الكرتونة، وبعدين مامته سألت أندي عايز تتبرع أنت كمان بالألعاب بتاعتك؟ أندي رفض وقال لها لا أنا هحطهم في البدروم. بدأ يجمع الألعاب ويحطهم في كيس أسود وماسك وودي علشان ياخدوا معاه الجامعة. أندي كان هينزل الألعاب البدروم، لكن وهو ماشي ساب الكيس على الأرض ثواني علشان يساعد أخته. وهنا جات الأم وخلت الكيس الأسود ده كيس زبالة وخدته ورمته بره على الرصيف. الألعاب كانت جوه الكيس ومش فاهمين اللي حصل وبيفتكروا إن أندي اتخلى عنهم ورماهم في الزبالة، فكل واحد فيهم كان متضايق ومصدوم. لكن وودي كان واقف من بعيد شايف اللي حصل كله وعارف إن أندي ما كانش يقصد، فجري بسرعة علشان يلحقهم قبل ما عربية الزبالة تيجي. الألعاب حاولوا يفتحوا الكيس من جوه وفعلا قدروا يهربوا قبل ما العربية توصل. ولما وودي وصل عند الرصيف بيدور عليهم لكن ما لقاهمش، فهم إنهم هربوا وراحوا مع الكرتونة اللي فيها التبرعات. الكرتونة اتشالت واتحطت في شنطة العربية ومامته خدتها وراحت على الحضانة. هناك قابلت المشرفة ومعاها بنتها الصغيرة بوني، سلمت لها الكرتونة وقالت لها دي ألعاب للأطفال أتمنى يستفيدوا بيها. المشرفة خدت الكرتونة ودخلت بيها أوضة اللعب، وأول ما الألعاب دخلت المكان الأطفال كلهم جروا عليهم بحماس، بس مش الحماس اللطيف. الأطفال دول كانوا صغيرين قوي ويلعبوا بشكل عنيف ويدوسوا ويشدوا ويرموا. اتكسر الست بطاطساية والديناصور اتلوى وباقي الألعاب اتبهدلت خالص. وفي نفس الوقت ودي كان مع بوني اللي أخدته من على الشجرة. بوني رجعت البيت وفتحت شنطتها
ولقت وودي، اتبسمت وقعدت تلعب بيه مع الألعاب الصغيرة بتاعتها، ولأول مرة وودي حس إنه حد بيحبه وبيقدره تاني وكان مبسوط. نرجع للحضانة بعد ما الأطفال الصغيرين بهدلوا الألعاب. باز قال إحنا لازم نتكلم مع لوتسو يمكن يفهم الوضع وينقلنا لأوضة الأطفال الكبار. باز طلع من الفتحة اللي فوق الباب ومشي لوحده لحد ما وصل لقسم الألعاب الكبيرة. سمع لوتسو وأصحابه بيتكلموا الأطفال الصغيرين بيدمروا أي لعبة جديدة، إحنا بنديهم الألعاب الجديدة علشان يبوظوها ولما يزهقوا نرميهم. ساعتها باز فهم إن لوتسو شرير ومسيطر على المكان كله بالقوة. وقبل ما باز يلحق يمشي واحد من الأطفال شافه ومسكه وجاب لوتسو. لوتسو ابتسم وقال له بهدوء مصطنع أنا ممكن أنقلك لأوضة الأطفال الكبار بس لو سبت أصحابك ونسيتهم. باز رد بسرعة وبثقة مستحيل، إحنا فريق واحد. لوتسو اتنرفز وقال للطفل فك الغطا. رجعه وضع المصنع. الطفل قام وفك باز من ظهره وضغط على زر إعادة ضبط. باز رجع يبص حواليه بصوت بطل فضاء عامل نفسه جاي من ناسا. أنا رائد الفضاء باز يطير، من أنتم ولماذا أنتم في قطاع العمليات؟ وبدأ يهاجم أصحابه لأنه نسي كل ذكرياته معاهم. دلوقتي بقى شايفهم أشرار. الألعاب حاولت تهديه لكن لوتسو استغل اللحظة وحبس كل الألعاب في أقفاص وخلى باز الحارس بتاعهم. ونروح لودي. وودي كان في بيت بوني وكانت تلعب بيه بحب وهدوء. وودي كان مبسوط بس قلبه لسه مع أصحابه. وفي يوم وودي قال لألعاب بوني أصحابي في خطر لازم أرجع لهم. الألعاب دول كانوا طيبين فوروه مكان بيت أندي على الكمبيوتر. وودي اتأكد إن الحضانة قريبة جدا فقام وخرج علشان يرجع ينقذ أصحابه. وودي وصل للحضانة بالليل ودخل من شباك الأوضة اللي فيها الأطفال الصغيرين. أصحابه أول ما شافوه اتصدموا وفرحوا في نفس الوقت والكل اعتذر لبعض ورجعوا فريق واحد زي زمان. لكن المشكلة الكبيرة كانت باز اللي واقف بيحرسهم زي جندي في الجيش ومش فاهم إنهم أصحابه أصلا. فجأة جاله وودي لازم نرجعه ذاكرته. فبرابي راحت عند كيني اللعبة اللي لوتسو معتمد عليه. عملت نفسها بتحبه وبعدين شدته من شعره وقال لها كل حاجة عن طريقة إرجاع باز للوضع الطبيعي. وأول ما عرفوا الزر الصحيح راحوا كلهم على باز وقاموا مثبتينه وبرابي ضغطت على الزر. باز رجع لوعيه بس اتقلب باز بالإسباني بدأ يرقص ويتكلم بحركات درامية. رجع صاحبهم ومشى معاهم في الخطة. وقت التنفيذ ودي قال نهرب بالليل من النافذة ونروح على ساحة الأمامة ومن هناك نخرج نعدي من البوابة الخلفية وندخل جوه صندوق الزبالة. احنا اللي نختار نرمي نفسنا علشان نخرج بره الحضانة. وبيوصلوا كلهم لساحة الأمامة لكن فجأة لوتسو وأتباعه بيظهروا قدامهم وقافلين الطريق. لوتسو قال بصوت بارد مفيش هروب انتوا هتفضلوا هنا للآخر. لكن قبل ما يرميهم في صندوق الزبالة واحد من الأطفال اللي لوتسو كان كذب عليه شافه وقال انت كداب انت قلت ان ديزي بتحبك. الطفل اتعصب ومسك لوتسو ورماه هو كمان في صندوق الزبالة والصندوق اتقفل. وفي اللحظة دي جت عربية الزبالة وخدت الصندوق ومعاه كل الألعاب. الألعاب كانت جوه صندوق الزبالة والعربية خدتهم على مكب النفايات. هناك بدأوا يتزحلقوا على سير كبير بينقل الزبالة ناحية مفرمة عملاقة بتسحب كل حاجة وبتفرمها. بعدها السير نقلهم أعلى ناحية مغناطيس عملاق اللي بيشفط الحاجات المعدنية. فكل الألعاب اللي فيها معدن اتسحبت لفوق ما عدا السيد بطاطساية لأنه بلاستيك. وبين الزحمة شافوا لوتسو متعلق وبيصرخ وبيطلب المساعدة. وودي ببساطة مد إيده وأنقذه رغم إن لوتسو كان السبب في كل اللي حصل. لكن لما وصلوا للزر اللي بيوقف السير ولوتسو كان واقف جنبه ما دوسش، سابهم يتحركوا ناحية النار وبكل ندالة مشي. السير اتحرك بيهم لنقطة النهاية، نار ضخمة بتحرق كل حاجة. الألعاب حاولوا يجروا مفيش مفر مفيش سلالم مفيش طريق تاني. وقتها باز بص لجيسي ومسك إيديها علشان يطمنها. وودي شاف كده ومسك إيد باز والباقي مسكوا بعض واحد ورا التاني وسكتوا. مفيش صريخ مفيش خوف كان في قبول. لو هيموتوا مع بعض. وهي دي اللحظة اللي كسرت قلوب العالم كله. المعجزة فجأة خطاف معدني ضخم ينزل من فوق ويسحبهم بعيد عن النار. مين اللي كان سايق الونش؟ الثلاث كائنات الفضائية الصغيرة. كانت جملة حياتهم وجت في أهم لحظة. الكل بص عليهم ومحدش مصدق إنهم لسه عايشين. العودة إلى أندي الألعاب رجعت بيت أندي واستعدوا إن كل واحد يروح مكانه. وودي كان المفروض يدخل في صندوق أندي اللي هياخده معاه الجامعة لكنه وقف وبص على أصحابه وعارف إن مصيرهم لو اتسابوا في البودروم هيبقى نهاية حزينه. فكتب ورقة وحطها على الصندوق الكبير. إلى بوني أندي قرأ الورقة وافتكر ذكرياته وركب العربية وراح عند بيت بوني وقعد معاها وقدم لها كل لعبة بإيده واشرح لها كل واحد فيهم بيعمل إيه وبيحب إيه. ولما وصل لودي وقف ثواني وشه اتغير. وودي بالنسبة له مش لعبة ده أعز صديق. لكن في الآخر سلمها وودي وقال خلي بالك منه ده كان معايا طول عمري. أندي لعب معاهم كلهم آخر مرة. ضحكوا اتحركوا. رجع طفل دقيقة وبعدين قال شكرا على كل حاجة ويركب عربيته وماشي. وبوني مسكته وودي وقربته من باقي الألعاب. وودي بص للسما وقال جملة صغيرة إلى ما لا نهاية وما بعد ذلك. الملخص ده بصوت عامر محمد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة فيلم مختصر على يوتيوب. وبس كده سلام.